في الفترة دي انتشرت انتشار سريع جدا استخدام الحقن للتخسيس السريع، وطبعا زي اي حاجة في الدنيا هي ليها مؤيدين وليها معارضين. ليه ناس بتشجع ان احنا ناخدها او الناس اللي عايز تخس تاخدها، وفي ناس معارضة تماما انها تاخدها. تعالوا نفهم كل حقن التخسيس ما لها وما عليها بمنتهى تعالوا نتكلم على اشهر مادتين فعالين في الحقن اللي موجوده في السوق. اول ماده هي التريزابتايد، ودي موجوده طبعا وانتشرت انتشار واسع جدا وخدت ابروف من الFDA، وكمان في البلاد اللي اتوجدت فيها زي امريكا واوروبا ودول الخليج، واخيرا او مؤخرا في مصر. والماده الثانيه او الحقن الثانيه اللي موجوده برضو في السوق بمسميات تجاريه كتير هي الماريبتايد. المادتين دول هم اكتر مادتين منتشرين او هم اكتر حاجه فعاله، فانا بركز الكلام عليهم هم بالتحديد. وده ليه؟ لان هم بيساعدوا على تنشيط مستقبلات الGLP-1 والGIP اللي هم بالتبعيه يعني بيعملوا ايه؟ اول حاجه بينظموا معدلات السكر في الدم. تاني حاجه بيعالجوا الناس اللي عندها حساسيه في الخلايا بتاعتها للانسولين، اللي هم عندهم يعني مقاومه انسولين وبالتالي ما بيخسوش. تالت حاجه بيبطئوا جدا حركه تفريغ المعده، يعني المعده بتاعتك لو فيها اكل حتى لو شويه صغيرين بتغيب جدا على ما تفرغه، فبالتالي طول ما المعده فيها اكل او مليانه بتديك احساس طبعا بالتبعيه بالشبع. اخر حاجه ان هم بيعملوا كنترول على مراكز الشهيه في المخ، فبالتالي دايما بنبقى حاسين ان احنا شبعانين او مش بناكل عمال على بطال. طيب حلو جدا، كل دي مميزات. طب والعيوب؟ كملوا لاخر الفيديو عشان اقول لكم كل السايد افكت المتوقعه واللي بتحصل واللي ممكن تكون حصلت والمجربه من الحقن دي. لكن اللي انا عايزه اقوله وده الاهم في الفيديو، مين ياخدها ومين ما ياخدهاش. انا عندي نظريه كده يعني في علم الادويه بتقول ان اي عقار في الدنيا او اي دواء في الدنيا بينزل بياخد موافقات، وطبعا بيتجرب كتير جدا وبيستنوا يشوفوا السايد افكت بتاعته على مدى فتره طويله، ويبقى فيه حقل تجارب من الفولنتيرز ومن الحيوانات وحاجات كتيره جدا على ما بيوصل انه فعلا ياخد ترخيصاته وتصريحاته وينزل ويتداول في السوق. فيا جماعه اي ادويه في الدنيا ليها طرق علاج وليها سايد افكت. اي دواء بنستخدمه حتى المسكن له حاجه اسمها الاثار الجانبيه، فانا لازم اتوقع ان اي دواء جديد في السوق له اثار جانبيه. يعني مش لازم عمال على بطال نهاجم كل جديد وخلاص لمجرد انه جديد لحد ما يتعرف ويتداول في السوق نبدا اللي كان بيهاجمه يستعمله او يوصي بيه او واتيفر. فمش كل حاجه لازم تبقى يعني ايه عليها هجوم وخلاص، لازم نعرف ما لها وما عليها، ولازم نتكلم مع الناس اللي هي البيشنتس او الناس اللي هي بتسمعنا بمنتهى الامانه، نفهمك الدواء ده انت لو خدته هيجرى لك ايه كسايد افكت وهيجرى لك ايه كريزلت. والاهم من كل ده مين اللي مسموح ياخده قبل ما ياخده بيعمل ايه وينفع ياخده ولا لا، لان اي دواء برضه في كاتيجوري معينه وناس معينه ينفع تاخده وناس تانية ما ينفعش تاخده. فلو فهمنا النقطتين دول هنعرف نوضح للناس مين اللي يستخدم ومين اللي ما يستخدمش. واحنا عندنا مشكله كبيره جدا في الميس يوز لاي ادويه، عندنا سوء استخدام بمعنى ان انا لو خدت حاجه وجابت معايا نتيجه اقول لصاحبتي واقول لبنت خالتي واقول لقريبي وانت تقول لاخوك، فيستخدمها بدون اي اشراف طبي عشان هو جاب نتيجه مع كذا فهيجيب نتيجه معايا. وده بيخلي سمعه الادويه بالذات في الشرق الاوسط يعني في حاجات كتيره هي ممكن تكون فعاله والمريض فعلا محتاجها وفعلا هي اللي هتفرق معاه، بس من كتر ما بيسمع اشاعات وبيسمع فيديوز وبيسمع ده جراله وده جراله بيخاف يقدم على العلاج اللي هو يمكن يكون طوق النجاه الوحيد له. وعلى فكره السمنه من الامراض الخطيره والصعبه، والاوفر ويت من الحاجات اللي مسببه لامراض جسمانيه كتيره جدا ونفسيه. فانا مش مع الناس اللي بتعارض من اجل المعارضه وخلاص، لان اللي بيعارض وما حطش نفسه مكان شخص هو اوفر ويت فمش قادر يقوم بمهامه الطبيعيه زي غيره، مش قادره تلبس طبيعي وتشتري لبس وتحس بنفسها انسانه طبيعيه زيها زي غيرها. الناس اللي عندها مشاكل بتمنعها انها تخس بطريقه طبيعيه بعيد عن الادويه او بعيد عن الحر. وده عشان الكلام اللي انا قلته ده هو ده اللي انا عملت الفيديو عشانه.
تعالوا نشوف بالورقه والقلم عشان ما نعممش انها حقن واو ومفيده لكل الناس، ولا نعمم انها حقن ليها مشاكل وابعدوا عنها واوعوا تستخدموها. عشان نتكلم بطريقه علميه صح لازم نعرف مين اللي المفروض يستخدم الحقن دي. اول حاجه شخص عنده اوفر ويت، عنده سمنه، وجرب كل الانظمه الصحيه، طريقه الاكل والدايت والرياضه، وتابع مع دكتور النيوتريشن المظبوط بتاعه مره واثنين وثلاثه، ولا يفقد وزن لانه عنده مقاومه للانسولين اللي هي برضو مقاومه الانسولين ستيل ناو ملهاش علاج واضح وصريح قبل ظهور الحقن دي. تاني حاجه مين الشخص كمان اللي المفروض ياخدها؟ الشخص اللي ظروفه الصحيه او ظروف حياته او ظروفه او امكانياته لا تسمح باجراء عمليات التكميم او ما يشابهها للتخسيس، لانه شخص في الاخر اوفر ويت والسمنه بتاعته مسببه له مشاكل، فلازم يلجا لاحدى الطرق لانه يفقد وزنه. تالت حاجه الناس اللي عندها التوتر المزمن ومش عارفه تتعالج منه، او حتى لما بتتعالج هي عندها باستمرار نظام حياتها وطبيعه حياتها، وده معظمنا عندها باستمرار هرمون الكورتيزول في صوره مرتفعه، فبيحاول كتير ان هو بياكل اكل صحي وبيمشي بريت كويس وما بيقدرش يفقد وزن بسبب ارتفاع الكورتيزول اللي هو بيأثر بالتبعيه على الحرق بتاعه. ده برضو من ضمن الناس دي. مين كمان؟ الناس يا جماعه اللي السمنه المفرطه ادت عندها لامراض زي الضغط، زي الكوليسترول، زي السكر، امراض السمنه السكري، امراض السمنه الكتير المعروفه اللي خلاص بقى مريض، او انسان عنده مشاكل في العظام، مش قادر يمشي، مش قادر يتحرك بسبب السمنه، عنده مشاكل في الركبه. كل دي ناس فشلت في الطرق الطبيعيه والتقليديه والصحيه لممارسه الاكل الصحي او الدايت، ومحتاجه تخس وتفقد وزن بدون اجراء جراحه. طيب مين الناس اللي بتمنع من انها تاخد الحقن دي وانها هتعمل لها مشاكل؟ طبعا في لستة تحاليل مهمه جدا انا ممكن اكتبها لكم في الكومنتات، لازم كل مريض هيضطر يلجأ للحقنه دي لازم يعملها ويلجأ للطبيب بتاعه ويتأكد من طبيبه ان هو سليم قبل ما ياخد الجرعات دي. مين بقى الناس اللي تمنع تماما من استخدام الحقنه دي؟ وده مش كلامي على فكره، ده كلام FDA وكلام الناس اللي رخصت الحقنه، والشركه بتاعتها نفسها قبل ما تنزلها قالت يا جماعه الكاتيجوري ده من الناس ما ينفعش ياخدها. فما جيش بقى انا عندي الموانع دي واروح اخدها لما يحصل لي سايد افكت ارجع اقول الحقنه فيها وفيها وفيها، وبالتالي تطلع ناس تقول شفتوا جراله شفتوا. ما هو اصلا من البدايه هو كان يمنع من استخدامها. هو مين الشخص ده؟ اللي عنده اي هيستوري او تاريخ قديم بامراض او اورام الغده الدرقيه. اي حد عنده تاريخ او هيستوري باورام كانسر او اي امراض خاصه بالثيرويد بالغده الدرقيه، حتى لو هيستوري في العيله، يعني انا مش مريض غده درقيه ولكن عندي هيستوري في العيله ان مامتي او بابايا او اخويا او حد من عيلتي عنده او كان عنده، فانا ما ينفعش اخد الحقن دي. تاني حد هو مين؟ الناس سوري اللي بتاخد كحوليات او اللي بتشرب كحوليات، يعني الناس اللي طبيعه حياتها ربنا يعافينا ويعافيهم بياخدوا كحوليات. الناس دي اصلا بيبقى عندها بطء في الجهاز الهضمي وبطء في حركه المعده بتاعتها، وبالتالي لو خدت حقنه بتزود بتعمل ديليد اكتر وبتوقف حركه المعده، هيحصل لها مشاكل قويه جدا. مين كمان؟ الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل الجهاز، بكتب بس بسرعه، مشاكل الجهاز الهضمي اللي هي بقى الناس اللي عندها ارتجاع مريء، اللي عندها كرونيك كونستيبيشن، اللي عندها مشاكل او
ليها تاريخ في الجهاز الهضمي ان في مشاكل في معدتها او مشاكل في الهضم بتاعها او مشاكل في قولونها، لازم تبقى كيرفول جدا مع استخدام الحقن دي. كده انا لخصت سريعا كعناوين كده مين الناس اللي ينفع تاخدها ومين الناس اللي ما ينفعش تاخدها، وده بيبقى باشراف طبيبك بعد ما يشوف لستة تحاليلك. واللي عايز التحاليل دي انا هكتبها له في الكومنت بتاع الفيديو. تمام؟ يبقى في ناس ينفع تاخدها وناس لا. معنى بقى ان انا من الليسته اللي ما ينفعش تاخدها وحصل لي مشاكل منها لو خدتها عشان عايزه اخس وخلاص، فانا لازم اتحمل ان انا غلط، ده مش ميوزك، ده استخدام غلط للدواء. ما عممش بقى ان هو غلط لكل الناس، لان في ناس تانية كاتيجوري تاني هو محتاجها ولما هياخدها هي هتفرق معاه في حاجات كتيره قوي، لان هو من الناس او من الليست اللي ينفع ان هو ياخدها. اخر حاجه عايزه اقولها في الفيديو عشان انا طولت، وانا عارفه ان انا طولت بس الموضوع مهم جدا، الاخطاء الشائعه في استخدام الحقن. انا خلاص انا من الليست اللي ينفع اخد الحقن، طب لما اخدها هل ممكن اغلط؟ اول خطا، وده اكتر خطا كبير جدا هتعمله لو خدت الحقن دي مش هتخليك تاكل، فبالتالي انت يعني مستوى اكلك هيتغير تماما، لايف ستايل حياتك هيتغير تماما، كميات اللي بتاكلها هتبقى الربع يمكن اقل كمان. فرصه وجات لك بتقول لك مفيش لا جوع عاطفي، ولا انا هاكل عمال على بطال، ولا انا هاكل لمجرد ناكل، ولا انا اصل جعان على طول، اصل انا بروح بالليل من الشغل مش قادر فبروح واكل انسف اللي في الثلاجه. انا خلاص مش هينفع ابقى دول، لان وانس انك خدت من داي 1 من اول جرعه مش هتبقى عايز تاكل، فانتهز الفرصه وتعلم يعني ايه هيلثي لايف ستايل. ما انت لما كنت بتروح للدكتور الطبيب بتاعك النيوتريشن بتاع التغذيه وبيديك لايف ستايل مش هتعرف تمشي عليه لانك جعان، طول الوقت جعان، فخلاص هو كتب لي الكميه دي، لا انا مش قادر هاكل اكتر، او بين الوجبات الله شفت مش عارف حاجه حلوه فاكلتها، اصلا مش هتعرف تعمل كل ده. فطالما جات لك الفرصه لحد عندك تعلمك اللايف ستايل عشان لما تبطل الحقنه ما ترجعش تتخن. يبقى معلش يا جماعه، الناس اللي بتاخد الحقنه لمجرد انها بتاكل كميات صغيره، بس في الاخر الكميات الصغيره دي عباره عن بيتزا ومكرونه وايس كريم وحلويات، فانت كده ما عملتش حاجه، لانك وانس بطلتها هترجع تاكل تاني بشهيه اعلى تاني وهترجع تزيد تاني ولا كاننا عملنا حاجه. كمان من الاخطاء الشائعه وهتشوفوها في فيديوز تجارب ناس كتير، ان هم عايزين يخسوا بسرعه، هما بيشوفوا نتائج في الاول، فطالما جابت نتيجه طب ما انا اعلي كمان اخس بسرعه، لا ده انا عايز اجيب مش عارف كام رقم كام في الشهر. احلى استخدام للحقن دي انك تنظم الخسسان جراديوالي، انك تخس ببطء مع الحقنه دي، عمرك ما هتحس بسايد افكت. وده ايه؟ انك بتروح تزود الجرعات من دماغك بدون استشاره طبيبك، بتزود الجرعات عشان تجيب من الاخر. ما هو اللي بيجري بسرعه بيقع بسرعه. امشي جراديوالي عشان تخس بطريقه صحيه والجرعات تترفع بطريقه صح، استشارات طبيبك مش من دماغك خالص، ولا يونت واحده هتزودها من دماغك. انت هتمشي حسب طبيبك واستشاره طبيبك، هتفضل تعلي الجرعات على حسب ما الدكتور يقول لك جراديوالي، وبالتالي هيبقى اقل قوي في سايد افكت، وفي نفس الوقت بتعمل شيب حلو، وكمان بتنظم اكلك، وكمان بتشوف نتائج من غير مشاكل. خلينا نكتفي بالقدر ده في الفيديو ونعمل بارت 2 عشان الموضوع طول قوي. برضو هنقول امثله من الناس اللي بتستخدم ميسيوز والناس اللي بتستخدم وجابت ريزلت كويسه، ولما بطلوها بيتخنوا ولا لسه ولا ايه. تابعوني واعملوا شير للفيديو ده واكتبوا لي في الكومنتس لو حد فيكم استخدمها او حد عايز يستخدمها، انا كمان حابه اتعرف على تجربتكم.